السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة تالتة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. بإذن الله النهاردة زي ما وعدتكم هنبدأ نشرح الوحدة التالتة والوحدة الرابعة سريعا كده. يعني ايه عشان تفتكروا ايه اللي فاتكم. تمام. في البداية خالص يا صديقي عندنا الوحدة التالتة اللي هي بتتكلم على الوراثة. فاحنا في الوحدة ديت هنراجعها بسرعة كده، نفتكر الأفكار الأساسية اللي موجودة عندك في درس الوراثة. تمام. طيب يلا بسم الله نبدأ. اول حاجه خالص يا صديقي في الدرس بيقول لك ان الكائن الحي عنده نوعين من الصفات. اول نوع من الصفات اسمها صفات وراثيه، والصفات الوراثيه دي سنه ثالثه هي الصفات اللي بتنتقل من الاباء تروح لمين؟ للابناء. فاول ما يجي يقول لك الصفات التي تنتقل من الاباء الى الابناء او بتنتقل من جيل لجيل اخر، دي عباره عن صفات اسمها صفات وراثيه. خلي بالك ان الصفات الوراثيه بتتنقل عن طريق الجينات اللي موجوده جوه حاجه اسمها الامشاج. يبقى الامشاج دي اللي هي بتنقل الصفات الوراثيه عشان جواها الجينات بتاعتنا. تمام. طيب اما الصفات الثانيه وهي صفات لا تنتقل من الاباء الى الابناء، بنقول عليها صفات مكتسبه. الصفات المكتسبه ديت لا تنتقل، يعني مثلا تعلم اللغات، لو مثلا بتعلم لغه معينه دي ما بتتنقلكش من ابوك وامك، انت بتتعلمها، فيبقى دي كده صفه مكتسبه. تعلم القراءه، تعلم المشي، الحاجات دي كلها دي صفات مكتسبه لانها لا تنتقل من الاباء الى الابناء. اما الصفات الوراثيه زي لون العين، عدد الاصابع، فصيله الدم، دي كلها بتتنقل، يبقى دي صفات وراثيه. تمام. يبقى احنا عندنا نوعين من الصفات، وراثيه وايه؟ ومكتسبه. طيب بعد كده بيقول لك بقى ان في عالم اسمه مندل. الراجل مندل دوت قال لك ايه؟ قال لك انا عايز افهم انتقال الصفات دي، فعمل علم اسمه علم الوراثه. يبقى مندل هو اللي اسس علم اسمه علم الوراثه. ليه مندل هو اللي اسس علم الوراثه؟ لان ابحاثه على نبات البازلاء، كان بيعمل ابحاث على نبات البازلاء ويخليهم يتكاثروا مع بعض، من هنا قدر ياسس ويفهم طريقه انتقال الصفات. تمام. فيبقى مندل هو مؤسس علم الوراثه. طيب ايه هو علم الوراثه؟ علم الوراثه يا صديقي هو عباره عن علم بيدرس انتقال الصفات الوراثيه، او بيدرس انتقال الصفات من جيل لجيل ايه اخر، او العلم اللي بيبحث في اوجه التشابه والاختلاف في الصفات الوراثيه في النوع الايه الواحد. تمام. مندل بقى لما جه يعمل الابحاث اتفقنا ان هو عملها على نبات البازلاء. طب هتقول لي يا مستر اشمعنى البازلاء؟ يعني ما اي حاجه تانية. قال لك لا، ليه بقى؟ البازلاء دي مميزه جدا في ابحاث الوراثه عشان هي ليها صفات كتيره جدا هتساعده. يعني اول حاجه مثلا ان هي بتنتج باعداد كبيره، ودي ميزه، تنتج باعداد كبيره. تاني حاجه قصر دوره حياتها، يعني انا مش هجيب نبات بيقعد 50 سنه عشان ينمو، ساعتها انا هموت وهو لسه ايه ما طلعش. فاحنا عايزين نبات ايه حياته قصيره، فيبقى قصر دوره حياته. يبقى انت عندك تنتج باعداد كبيره، قصر دوره حياتها، كمان سهوله زراعتها، يبقى سهل نزرعها، سهوله زراعتها وسرعه نموها، تنمو بسرعه يعني. كمان ازهارها خنثى. الازهار الخنثى دي كنت واخدها في تاني اعداد ان هي ثنائيه الجنس، هي مذكره ومؤنثه فبتتلقح ذاتيا لوحدها، فازهارها خنثى دي برضو ميزه، ازهارها خنثى. فسهوله تلقيحها رقم 5، سهولة تلقيحها صناعيا عن طريق الإنسان. رقم 6 إن هي فيها يا ولاد صفات متضادة كتير. يعني مثلا أنا دلوقتي لو عايز أدرس الوراثة وإزاي الصفات بتتنقل، أجيب نباتين شبه بعض يتكاثروا مع بعض هيطلعوا نفس الحاجة، لكن البسلة فيها اختلافات كتيرة. هنعرف كمان شوية إن مثلا الزهرة ساعات تبقى حمراء ساعات تبقى بيضة، فبالتالي في اختلاف، فهنا هيعرف يدرس كويس جدا الصفات بتاعتها. تمام. فيبقى ليه مندل اختار البازلاء؟ تنتج باعداد كبيرة، قصر دورة حياتها، سهولة زراعتها وسرعة نموها، أزهارها خنثى يمكن تلقيحها ذاتيا، سهل نلقحها عن طريق الانسان، وفيها تنوع في الصفات المتضاده والمتقابله. تمام. مندل لما جه يدرس يا صديقي درس 7 صفات في البازلاء. يبقى كام صفه؟ 7 صفات. تمام. مندل عمل ايه بقى يا مستر عشان يفهم بقى العلم الوراثه دوت ويعمل لنا العلم ده؟ اول حاجه قال لك بص، انا هجيب نبات بازلاء بذوره صفراء. يبقى جاب نبات بذوره ايه؟ صفراء، بس اختار بذور صفراء نقيه. نقيه يعني اصفر، بذرتها صفراء ونقيه. يعني ايه يا مستر نقيه؟ يعني لما تيجي تتلقح مع بعض، لما يتكاثروا مع بعض بتطلع اصفر، فده يبقى كده ايه؟ نقيه. تمام. وجابها يتكاثر مع نبات بذوره خضراء نقيه. تمام. ايه اللي حصل بقى يا صديقي؟ لما جاب نبات بذوره صفراء نقيه مع نبات بذوره خضراء نقيه، لقى الجيل الاول كله 100% البذور لونها اصفر، بس طلعت اصفر وهجينه، لان هي الاب بتاعها ايه؟ اصفر واخضر. فالجيل الاول كله طلع صفراء بس هجينه. فايه ده؟ هو انا جايب بذور صفراء اتكسرت مع بذور خضراء فطلعت البذور كلها صفراء، معنى كده ان الاصفر صفه اقوى من الاخضر، فعشان كده سمى الصفه
يعني لو في صفتين مختلفين سمى الصفه القويه اللي بتظهر سماها صفه سائده. يبقى الصفه السائده هي الصفه التي تظهر في الجيل الاول عند تجارب مندل. اما الصفه اللي اختفت اللي هي البذور الخضراء سماها صفه متنحيه عشان هي اختفت في الجيل الاول في تجارب ايه مندل. يبقى انت مندل قسم الصفات لنوعين، صفه سائده دي اللي بتظهر في الجيل الاول وصفه متنحيه دي اللي بتختفي في الجيل الاول. بعد كده قال لك ما تيجي نجيب الجيل اللي طلع اللي هو كله اصفر هجين ونلقحه مع بعض. يعني هو جاب هجين مع هجين، ده الجيل الثاني. يبقى الجيل الاول بتاعه كان نقي مع نقي، اما الجيل الثاني كان الهجين مع الهجين. فلا ان 75% من اللي طالع له هيبقى بذوره صفراء، دي الصفه السائده. اما 25% من اللي هيطلع بذور خضراء. ومن هنا عرف ان الصفه المتنحيه بتختفي في الجيل الاول بس بتظهر في الجيل الثاني بنسبه 25%. لو اختصرنا 75 قصاد 25 فالنسبه هتبقى 3 الى ايه؟ الى 1. طيب من اللي انا قلته يجي لك معلومتين مهمين جدا. المعلومه الاولى ان لو جبنا نقي مع نقي، صفه نقيه مع صفه نقيه مختلفين، فالجيل الاول كله بياخد الصفه السائده، فبيبقى 100% بياخد الصفه السائده. اما لو جبنا هجين مع هجين فبيطلع 3 الى 1، 3 سائد قصاد 1 متنحي. تمام. واحنا بنحل المسائل هتوضح اكتر يعني. طيب عايز اقول حاجه بس، هو بيعمل التجارب عمل حاجتين، نزع الازديه، هتحفظها كده، نزع الازديه اللي هي مستر نزع الازديه حتى لا يحدث تلقيح ذاتي. يبقى نزع الازديه حتى لا يحدث تلقيح ذاتي، مهمه جدا. ماشي. طيب تاني حاجه عملها غطى المياسم. ليه يا مستر غطى المياسم؟ قال لك حتى لا يحدث تلقيح خطي. يبقى مندل عمل حاجتين، نزع الازديه حتى لا يحدث تلقيح ذاتي، غطى المياسم حتى لا يحدث تلقيح ايه؟ خلطي. طيب من هنا بقى مندل قلنا خلاص عرف ان الصفه اللي بتظهر في الجيل الاول سماها صفه سائده، والصفه اللي بتختفي في الجيل الاول سماها صفه متنحيه. وقام رايح قايل لك ايه؟ والله اي صفه في الدنيا فيها عاملان وراثيان بنكتبهم بحروف كده بالانجلش، وليكن مثلا البذور الصفراء هنديها الواي كابيتال او يبقى كده الواي كابيتال دي معناها ان بذره بذورها صفر. اي صفه محتاجه عاملين، حرفين، عامل من الاب وعامل من الام. فقال لك والله لو الحرفين كابيتال كده فساعتها ديت هتبقى صفه البذور هتبقى صفراء ونقيه. يبقى لو العاملان الوراثيان متشابهان يبقى الفرد نقي، يبقى يعني مثلا ايه؟ اصفر نقي خلاص. طب افرض لو انا عندي مثلا واي كابيتال وجنبيها واي سمول، قال لك ساعتها اللي احنا هنقوله هنا ان النبات عنده صفه، هو عنده جين لون اصفر وجين لون اخضر. ما هو السمول هي الصفه المتنحيه، فالواي كابيتال لون اصفر يبقى الواي سمول اللون الثاني اللي هو اللون الاخضر. فقال لك هيحمل الصفه السائده يبقى لون اصفر برضه، بس عشان هو عنده جينين مختلفين العاملان الوراثيان مختلفان فيبقى اصفر هجين. يبقى اللي قدامك ده اصفر نقي اما ده اصفر هجين. طب افرض واي سمول ساعتها مش هيبقى اصفر اصلا، يبقى اخضر، واخضر نقي لان الحرفين زي بعض. يعني من الاخر يا صديقي العاملان الوراثيان متشابهان يبقى الفرد نقي. طب العاملان مختلفان زي هنا يبقى الفرد هجين. يبقى ده نقي عشان العاملين شبه بعض، وده نقي عشان العاملين شبه بعض، لكن ده هجين عشان العاملين مش شبه بعض. تمام. مندل قال لك انا هعمل بقى ايه اللي انا فهمته ان لو اتنين مختلفين تكاثروا مع بعض الصفه السائده هتظهر، سميه مبدا السياده التامه. يعني مبدا السياده التامه بتقول لك تظهر الصفه السائده اذا تزاوج فردان يحملان زوج من الصفات المختلفه تمام. نخش بقى يا صديقي على الجزئيه اللي بعديها. بيقول لك ايه؟ عمل القانون الاول لمندل. القانون الاول لمندل سماه انعزال العوامل. يبقى القانون الاول ودي مهمه جدا سماه انعزال العوامل. طبعا هو سماه انعزال العوامل عشان العوامل بتنعزل اثناء تكوين الامشاج. يبقى سمي القانون الاول بانعزال العوامل لان العوامل تنعزل عند تكوين الايه؟ الامشاج. تمام. وعمل قانون تاني سماه القانون الثاني لمندل. القانون الثاني لمندل ده اسمه التوزيع الحر للعوامل. يبقى انت عندك كام قانون لمندل؟ 2. القانون الاول انعزال العوامل، القانون الثاني اسمه توزيع حر للعوامل. الفكره بتاعت القانونين من الاخر شبه بعض جدا، بس القانون الاول كان بيتكلم على ان لو الاثنين بيتكاثروا مختلفين في زوج من الصفات، اما القانون الثاني لو مختلفين في زوجين من الصفات. يعني تعريف القانون الاول: اذا تزاوج فردان يحملان زوج مختلف من الصفات الوراثيه فانه في الجيل الاول بتظهر الصفه السائده ثم تورث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبه 3 الى 1. اما في القانون الثاني اذا تزاوج فردان يحملان زوجين من الصفات المتضاده فانه في الجيل الاول تظهر الصفه السائده ثم تورث الصفتان في الجيل الثاني بنسبه 3 الى 1. تمام. طيب الفكره بقى بتاعت المساله يا مستر اللي بتيجي هنا، المساله اللي هي بتاعت الوراثه هي فكرتها ان انت اول حاجه بيبقى عندك الاباء اللي هي البي، تعملها كده، بعد كده الجينات اللي هي الجي، بعد كده الجيل الناتج اللي هو الاف.
الفكره كلها تعالى نعمل اللي مندل عمله. مش مندل جاب نبات بذوره صفراء نقيه، ادي واي كابيتال واي كابيتال تمام. هيتجوز بنعملها اكس كده مع خضراء نقيه، يبقى واي سمول واي سمول. اول حاجه يا صديقي بتعملها بتعزل العوامل، بتعزلهم عن بعض، يبقى ادي واي كابيتال اهي لوحدها وادي واي كابيتال لوحدها، وهنا دول هتعزلهم برضو يبقى واي سمول وادي هنا واي ايه سمول. اللي بعديها بقى الخطوه دي اهم خطوه، بتوزع، بتاخد الواي كابيتال دي توزعها على الاثنين اللي هناك دول، مش مع اللي جنبيها، مع الاثنين اللي هناك. يبقى هنا واي كابيتال واي سمول، جنبيها واي كابيتال واي سمول. كده احنا وزعنا الواي دي هنا وهنا. نيجي عند اللي جنبيها برضو الواي دي برضو هنوزعها مره هنا ومره هنا، فيبقى برضو واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول. لو انت لاحظت هتقول لي دول كلهم لونهم ايه؟ تقول لي فعلا كلهم اصفر، بس اصفر ايه؟ هجين. هو ده اللي عمله، اللي هو طلع 100%. ده بالنسبه للجيل الاول. طب يا مستر بالنسبه للجيل الثاني، الجيل الثاني جاب هجين اللي هو واي كابيتال واي سمول، جوزه مع هجين اللي هو واي كابيتال واي سمول. لو جيت تفصلهم كده يا صديقي هيطلع لك هنا واي كابيتال واي سمول وهنا واي كابيتال واي سمول. تعال نوزع واي كابيتال واي كابيتال، ده اصفر نقي. واي كابيتال واي سمول، اوكي ده اصفر هجين. واي سمول واي كابيتال، بنجيب الكابيتال الاول يبقى واي كابيتال واي سمول، بعد كده واي سمول واي سمول. لو جيت تركز معايا هتلاقي ان الثلاثه دولت منهم اصفر، بس ده اصفر نقي وده اصفر هجين وده اصفر هجين، يعني الثلاثه اصفر. ادي قصاد ايه؟ واحد اخضر، يبقى فعلا طلعت بنسبه 3 اصفر الى 1 اخضر، يعني 3 سائد قصاد 1 متنحي، فيبقى دوت في الجيل الايه؟ الجيل الثاني. تمام تمام. واحد يقول لي يا مستر بقول لك ايه، هو لو احنا جبنا هجين وليكن واي كابيتال واي سمول مع نقي واي سمول واي سمول، احنا عملنا نقي مع نقي وعملنا هجين مع هجين. طب افرض بقى الحاله الثالثه، لو انا جبت هجين مع نقي، ركز بقى معايا دي مهمه قوي. لو جبت هجين مع نقي، لو جينا نعملها مساله دلوقتي، لو جبت بقى هجين مع نقي هتلاقي ان 50% لونه اصفر و50% لونه اخضر. يعني تعالى كده نفصل، ادي واي كابيتال وادي واي سمول، تعالى هنا نفصل واي سمول واي سمول. وزع لي يا باشا واي كابيتال واي سمول، بعد كده واي كابيتال واي سمول، بعد كده واي سمول واي سمول واي سمول واي سمول. معنى كده ان بص 50% لونه اصفر و50% لونه اخضر. تمام تمام. دي بالنسبه كده للمسائل بتاعت الايه؟ الوراثه، برضو هطبق عليها دلوقتي معاكم واحنا بنحل. تمام تمام. بعد كده قال لك يود الصفات. احنا اتفقنا ان العوامل الوراثيه بتتنقل من الاباء للابناء عن طريق الجينات. طيب بالنسبه بقى للانسان، قال لك الانسان عنده صفات سائده وصفات متنحيه برضه. يعني مثلا لف اللسان سائده، عدم لف اللسان متنحيه. العين البني سائده، العين الملونه متنحيه. العين الواسعه سائده، العين الضيقه متنحيه. وجود نمش دي صفه متنحيه، اما لو مفيش نمش سائده. وجود الغمازات سائده، عدم وجود غمازات متنحيه. الشعر الناعم متنحي، اما الشعر المجعد هو الصفه السائده. تمام تمام. بالنسبه بقى اللي برضو النبات البازلاء، فهو لقى برضو ان لو الزهره لونها احمر دي السائده، الابيض متنحيه. النبات طويل سائده، النبات قصير متنحيه. الزهره على الجنب سائده، الزهره على الطرف متنحيه. البذره الصفراء زي ما عملنا سائده، البذره الخضراء متنحيه. اما القرن العكس بقى، القرن اللون الاخضر هو السائد والاصفر هو الايه؟ هو المتنحي. تمام تمام. طبعا الكلام ده موجود في الكتاب هتقراه كده ايه، مش محتاج شرح يعني. نيجي بقى عند الجزئيه بتاعه الكروموسومات. احنا خدنا الترم الاول ان الكروموسومات هي عباره عن اجسام خيطيه بتحمل الماده الوراثيه. الكروموسومات اللي هي شبه حرف الاكس دي، قال لك احنا لو دخلنا جوه الكروموسوم احنا عارفين احنا نلاقي حاجه اسمها ايه؟ حمض نووي اللي هو الدي ان ايه، وكمان في ايه؟ بروتين. يبقى ده الكروموسوم يتكون من حمض نووي وبروتين. طيب الدي ان ايه ده بقى عباره عن ايه؟ قال لك جه عالمين اسمهم بيدل وتاتوم، لا واتسون وكريك الاول. واتسون وكريك سنه ثالثه قالوا ان الدي ان عباره عن شريطان ملتفان يشبهان الحلزون. اي كتاب احياء هتلاقي عليه الرسمه دي كده، ده عباره عن الدي ان ايه. يبقى واتسون وكريك قالوا ان الدي ان ايه، حطوا نموذج، وضعوا نموذج لمين؟ للدي ان ايه، ان هو شريطان ملتفان على بعضهما يشبهان الحلزون. تمام. والخطوط اللي جوه دي اصغر حاجه جوه الجزء ده اسمه جينات، وده اسمه جينات. يبقى اجزاء الدي ان ايه جينات، اجزاء الدي ان ايه جينات، اجزاء الدي ان ايه يعني ايه؟ جينات. والخطوط اللي جوه الصغيره دي اصغر حاجه جوه الجينات وجوه الكروموسوم اسمها نيوكليوتيدات. نيوكليوتيدات. فاصغر جزء في الخليه او اصغر جزء في الكروموسوم اسمه نيوكليوتيدات. تمام تمام. طيب بعد كده جه بقى اتنين اسمهم بيدل وتاتوم. بيدل وتاتوم دولت وضحوا كيفيه عمل الجينات. قالوا ان كل جين يا سنه ثالثه بيطلع انزيم، فالانزيم يقوم عامل تفاعل، فالتفاعل يطلع بروتين، فالبروتين يظهر لك الصفه الوراثيه. يبقى كل جين يطلع انزيم، الانزيم يعمل تفاعل، التفاعل يطلع بروتين، والبروتين يظهر لك صفه وراثيه ايه؟ جديده. دوت بيدل وتاتوم عملوا ايه؟ وضعوا آلية عمل
الجينات. ايه هي الجينات؟ هي اجزاء الدي ان ايه زي ما اتفقنا، واصغر حاجه جوه الجينات وجوه الدي ان ايه هي النيوكليوتيدات. تمام تمام. اخر حته بقى في الدرس بيقول لك ان البلاد الموجوده في جنوب شرق اسيا دي بتعتمد على الرز كمصدر غذاء اساسي، والارز يا اولاد في نقص في فيتامين الف، فيتامين الف قليل، فلو انا باكل رز بس ففيتامين الف بيقل. طب ايه اللي هيحصل لو نقص فيتامين الف؟ ساعتها الانسان بيفقد البصر، فقد الايه؟ البصر. فبيقول لك ان في 500 الف واحد، يعني 500 نص مليون واحد تقريبا بيفقدوا بصرهم سنويا بسبب انهم بيعتمدوا على الارز كمصدر غذاء رئيسي وما فيهوش فيتامين الف. فايه الحل بقى؟ جت الهندسه الوراثيه او هندسه الجينات ودخلت تحكمت في الموضوع ده. قال لك ايه؟ قال لك احنا ممكن نعدل في الارز دوت ونخلي فيه ماده اسمها الكاروتين. ماده الكاروتين ديت لما بتخش جوه الجسم بتتحول لفيتامين الف. تمام. فساعتها الانسان مش هيفقد بصره. يبقى قدرنا نعدل في الجينات بتاعت الارز عن طريق حطوا ماده اسمها ايه؟ كاروتين. تمام. وساعتها الناس بقت ايه؟ تعتمد على الارز دوت وبقى عندهم فيتامين الف فما بقوش يفقدوا البصر. تمام تمام. بعد كده عندك حاجه اسمها مشروع اسمه مشروع الجينيوم البشري. مشروع الجينيوم البشري ده عباره عن خريطه وراثيه توضح الجينات الكامله في جسم الانسان، ودي بقى مهمه جدا عشان نعرف الجينات المسببه للامراض، الطفرات بتتغير ازاي في الجينات. والمشروع ده اثبت لنا ان 99% من الجينات بتاعتنا متطابقه بالنسبه لايه؟ للبشر يعني. تمام تمام. ده كده بالنسبه للمفهوم او الدرس الوحده الثالثه. طبعا دي مراجعه سريعه، احنا قعدنا برده نشرحه يجي في 4 حصص بس، ايه يعني مراجعه سريعه كده ايه للدرس. نخش بقى على اللي بعده وبعد كده نطبق على الدرس دوت كاسئله. اللي بعده درس سهل قوي، بيتكلم على حاجه اسمها الهرمونات. ايه يا مستر الهرمونات؟ الهرمونات هي عباره عن مواد كيميائيه جوه جسمك بتنظم وتنسق العمليات الحيويه. مواد كيميائيه تنظم وتنسق العمليات في اجسام الكائنات الحيه اسمها هرمونات. الهرمونات دي بتطلع منين يا مستر؟ بتطلع عن طريق الغدد الصماء، والغدد الصماء دي يا شباب اسمها غدد لا قنويه. ليه قالوا عليها قنويه؟ لا قنويه عشان هي ما عندهاش قناه ولكنها تصب الهرمونات، بتطلع الهرمونات فين؟ في الدم مباشرة. يبقى الهرمونات بتطلع من الغدد الصماء، والغدد الصماء لا قنوية، وهي لا قنوية عشان بتصب الهرمونات فين؟ في الدم مباشرة. يعني معنى كان الدم هو السبيل الوحيد عشان الهرمون يوصل للخلية اللي عايز يستهدفها. الخلية اللي بيروح يأثر فيها الهرمون اسمها خلايا مستهدفة. يبقى الخلايا المستهدفة هي الخلايا التي يؤثر فيها ايه؟ التي يؤثر بها او يؤثر فيها الهرمون. تمام تمام. طيب نبدا باول غده واهم غده فيهم. الغده دي اسمها الغده النخاميه. الغده النخاميه دي سنه ثالثه موجوده تحت المخ، والغده النخاميه اللي موجوده تحت المخ ديت مهمه جدا، حتى هم بيقولوا عليها سيده الغدد الصماء، وفي ناس بيقولوا عليها الغده الرئيسيه. ليه بقى؟ قال لك عشان هي بتفرز هرمونات تنشط عمل باقي الغدد، تفرز هرمونات تنشط باقي الغدد. مش هيشتغل الا لما الغده النخاميه تطلع هرمون تنشطها. كمان الغده النخاميه سنه ثالثه بتطلع هرمون اسمه هرمون النمو. هرمون النمو ده سنه ثالثه هو المسؤول عن النمو العام للجسم. طب افرض يا مستر الهرمون ده زاد قوي، تمام، سنه ثالثه، فهرمون النمو لو زاد قوي بيحصل مرض اسمه عملاقه. اما لو هرمون النمو قل بيحصل مرض اسمه ايه؟ اسمه قزامه. تمام. ده بالنسبه لاول غده اللي هي موجوده تحت المخ. تمام. هي غده صغيره في حجم الحمصه وعلى شكل ايه؟ فصين، بتطلع هرمونات تنشط باقي الغدد، بتطلع هرمون النمو. لو حصل فيه خلل زاد او قل، لو زاد الهرمون النمو يعمل عملاقه، ولو قل يحصل قزامه. الغده اللي بعديها الغده دي موجوده تحت الحنجره جنب القصبه الهوائيه. الغده اسمها غده الدرقيه. الغده الدرقيه دي يا صديقي عباره عن بتطلع هرمون اولاني اسمه ثايروكسين، اما الهرمون الثاني اسمه كالسيتونين. يبقى اول واحد ثايروكسين والتاني كالسيتونين. الثايروكسين ده بيعمل عمليه تحول غذائي، فايدته انه بيعمل عمليه تحول غذائي، وعشان يطلع لازم يبقى فيه عنصر اسمه اليود اللي هو الاي. طيب الثايروكسين ده لو زاد قوي يحصل خلل، ولو قل قوي يحصل خلل. هقول لك عليه بس خلينا نقول الاول كالسيتونين. الكالسيتونين شغلته ان هو بيعمل ضبط مستوى الكالسيوم فين؟ في الدم. فالكالسيتونين هو اللي بيظبط لك الكالسيوم في الدم. نيجي بقى عندك الثايروكسين. الثايروكسين لو اليود زاد الثايروكسين هيزيد، يحصل حاجه اسمها جويتر، مرض اسمه ايه؟ جويتر. بس لو زاد قوي يبقى اسمه جويتر جحوظي، يبقى ده لو زاد. اما لو قل بيحصل حاجه اسمها جويتر بسيط. طب الجويتر البسيط ده بيحصل فيه ايه؟ تضخم في العنق وتضخم في الغده الدرقيه. تلاقي حد كده رقبته منفوخه قوي، يقول لك ده الدكتور يقول له اعمل لي تحليل غده درقيه، يلاقي ان ايه؟ الثايروكسين قليل.
فيحصل جويتر بسيط. اما الثيروكسين لو زاد واليود زاد ساعتها يحصل حاجه اسمها جويتر جحوزي، بيبقى فيه تضخم شويه في العنق بس مش قوي، سرعه في الانفعالات، نقص في الوزن، واكتر حاجه بتلاحظها جحوظ العينين، عشان كده سموه جحوزي، العين تحسها طالعه لبره كده، فدوت كده ايه الخلل اللي بيحصل لو الثيروكسين اتغير. تمام. طيب الغده اللي بعديها ديت موجوده فوق الكليه، فوق الكليتين بقى عشان هما كليتين فهي غدتين، اسمها غدتان قذريتان. الغدتان القذريتان مكانهم فوق الكليتين، بيطلعوا ياض هرمون اسمه هرمون ادرينالين. هرمون الادرينالين دوت بيعمل ايه يا مستر؟ قال لك الهرمون ده بيحفز الجسم في حالات الخطر والخوف والطوارئ، لو حاله كلب بيجري وراك ولا حاله خوف خايف جدا، جسمك بيقوم رايح مطلع هرمون الادرينالين عشان يحفز الجسم في حالات الخطر، يبقى شغلته تحفيز الجسم في حالات الايه؟ في حالات الخطر والطوارئ والخوف. تمام. طيب بعد كده عندك الغده مهمه جدا اسمها البنكرياس. البنكرياس مكانها بين المعده والامعاء الدقيقه، يعني هي ما بين المعده والامعاء الايه؟ الدقيقه. البنكرياس يا ولاد بيطلع هرمونين عكس بعض، واحد اسمه انسولين وده مشهور قوي ان هو ده بيقلل مستوى السكر بتاع الجلوكوز، يبقى ده اللي بيقلل مستوى السكر في الدم بتاعك. اما الهرمون التاني اسمه جلوكاجون، الجلوكاجون ده بيرفع مستوى السكر. يعني معنى كده ان البنكرياس دوت بيطلع هرمونين عكس بعض، واحد بيقلل السكر وواحد بيرفع السكر، يعني هو بيطلع هرمونين متضادين في وظيفتهم، عشان كده بيقولوا عليه ان هو غده مزدوجه. علل للبنكرياس غده مزدوجه لانه يفرز هرمونان متضادين في وظيفتهما. كمان البنكرياس بما انه بيطلع هرمونات يبقى هو غده لا قنويه. ليه يا مستر لا قنويه؟ عشان هو بيصب الهرمونات في الدم. بس بما ان البنكرياس ده برضو بيطلع عصاره يا ولاد، حاجه اسمها عصاره هاضمه او عصاره بنكرياسيه، دي بتروح في حاجه اسمها الاثنى عشر اللي هي الامعاء الدقيقه يعني. فالعصاره الهاضمه دي بتروح في الاثنى عشر، مش دي قناه؟ يعني هو كده قنويه. فالبنكرياس هو اللي بقول عليه قنويه ولا قنويه. قنويه عشان بيطلع عصاره هاضمه في قناه الاثنى عشر، ولا قنويه عشان بيصب الهرمونات في ايه؟ في الدم مباشره. تمام. ده بالنسبه للبنكرياس. طيب افرض يا مستر الانسولين ده اللي هو بيقلل السكر فيه خلل، البنكرياس مش بيطلع انسولين كويس، ساعتها السكر هيعلى، وساعتها بيصاب الانسان بمرض اسمه بول سكري. مرض البول السكري ده اعراضه تعدد مرات التبول، واحد عايز يخش حمام كتير، والعطش المستمر، يبقى عايز يشرب ميه كتير، بيحصل بسبب نقص الانسولين. تمام. طيب اخر حاجه بقى الغدد التناسليه. الغدد التناسليه دي طبعا التناسليه يعني ذكر وانثى. الغدد التناسليه في الخصيه او الخصيتين والمبيضين. الخصيتين في الذكر طبعا بتطلع هرمون اسمه تستوستيرون، يبقى التستوستيرون ده هرمون بيطلع من الخصيتين عند الذكر، دوت بيعمل ايه؟ بيظهر صفات الجنسيه الثانويه في الذكور، مظاهر البلوغ يعني. اما المبيضين بيطلع هرمونين يا شباب، اول هرمون اسمه استروجين، وده المسؤول عن ظهور الصفات الثانويه برضو عند الاناث، يعني التستوستيرون زي الاستروجين، بس التستوستيرون بيطلع عند الولاد والاستروجين عند البنات. تمام. والهرمون اللي بعده اسمه بروجستيرون او بروجستيرون. البروجستيرون دوت بيعمل ايه؟ بيعمل على نمو بطانه الرحم. تمام. طب افرض المستر جه في الامتحان قال لي مثلا مين الهرمون اللي بينظم كميه الميه في الدم والحاجات دي، احنا ما خدناهاش خلاص، يبقى هتروح للغده الرئيسيه اللي هي الغده النخاميه. طيب كنت قلنا ان هرمون النمو بيطلع من الغده النخاميه، ودوت هو المسؤول عن النمو. العلماء قدروا ان هم يطلعوا هرمون النمو دوت في المعمل عن طريق خلايا بكتيريه، فتم تخليق هرمون النمو في المعمل عن طريق خلايا ايه؟ بكتيريه. تمام. ده ملخص سريع كده الوحده الرابعه. طيب يلا يا شباب نبدا باذن الله نحل كده. اول حاجه بيقول لك عند تزاوج نباتي بازلاء، واحد طويل الساق والتاني قصير الساق، نتج افراد بنسبه 50%. طويله ثواني هو مش قال لك 50 يبقى انت كده تعرف على طول دماغك تنور ان هو هجين مع نقي. طالما 50 يبقى هجين مع نقي. طب هو بيقول لك اول حاجه الطويل، يبقى ده الطويل الهجين، هنديله حروف ايه؟ قال لي اشتغل بالتهات. يبقى عشان نحل المساله هو قال لي هو وضح على اسس وراثيه تركيب الاباء والافراد الناتجه علما بان كده. طيب اول حاجه المساله بتكتب البي اللي هي الاباء، بعد كده الجي اللي هي الجينات، بعد كده الاف اللي هو الجيل اللي هينتج عندك. تمام. طيب اول حاجه خالص يا صديقي الاباء، مش احنا اتفقنا ان هو طلع 50 هو قال لي، يبقى معنى كده ان الاب الاولاني هجين، يبقى تي كابيتال تي سمول اهو. هيتجوز مع، بيقول لي هيتجوز مع قصير ده يعني تي سمول، ما هو لو في تي كابيتال هيبقى طويل.
يلا اول حاجه فك لي التي كابيتال لوحدها والتي سمول لوحدها، نفس الكلام هنا التي سمول لوحدها وهنا التي سمول لوحدها، وزع لي يا باشا. يبقى تي كابيتال تي سمول اهي، بعد كده تي كابيتال تي سمول، بعد كده تي سمول تي سمول، بعد كده تي سمول تي سمول. لو جيت تركز هتلاقي فعلا 50% همت نصهم 50% قصير ونقي و50% طويل بس هجين. يبقى حققنا اللي احنا عايزينه ان هو هجين مع نقي، فبالتالي طلع 50-50. يبقى كده حلتها صح، حتى الدليل ان هو طلع 50-50. السؤال اللي بعده بيقول لك تزوج رجل وامراه كلاهما مجعد الشعر. استنى ارجع معايا كده خطوه. مجعد الشعر يعني دي الصفه السائده، ان هو الشعر خشن، دي السائد. فانجب ابناء. طبعا لو سائد مع سائد فهو المفروض كله يطلع شعره خشن، يا اما 75% خشن و25% ناعم لو هو هجين مع هجين، لان احنا اتفقنا هجين مع هجين 3:1. فهو بيقول لك تزوج رجل وامراه كلاهما شعره مجعد، فانجب ابناء بعضهم شعره ناعم وبعضهم شعره مجعد. طالما ظهر الشعر الناعم يبقى هم ما كانوش انقياء، يعني ما كانش ده مجعد نقي ولا ده مجعد نقي. يعني ايه؟ يعني المفروض هنا طالما طلع كده يبقى هجين مع هجين. ليه؟ ما هو الهجين ده يبقى شعره مجعد بس مجعد هجين، وده برضو مجعد بس مجعد ايه؟ هجين. طيب فهو بيقول لك وضح برضو على اسس وراثيه. يبقى هنعمل مساله البي اللي هي الاباء، الجي اللي هي الجينات، والاف اللي هو الجيل الناتج. يلا بسم الله. اصلا ممكن تقول لي يا مستر قال لك استخدم حروف الجي اهي. طيب اول حاجه يبقى جي كابيتال جي سمول هيتزاوج مع جي كابيتال جي سمول، هجين مع هجين. وتعالى نتاكد برضو، انا هحلها واتاكد هل هيطلع فعلا في شعر ناعم هيظهر معايا ولا لا. تعالى نفصلهم عن بعض. يبقى ادي الجي كابيتال وادي الجي سمول، وهنا نفصل عن بعض ادي الجي كابيتال وادي الجي سمول. يلا وزع لي جي كابيتال جي كابيتال شعر خشن عشان في كابيتال، جي كابيتال جي سمول برضو شعر خشن مجعد عشان في جي كابيتال. بعد كده جي سمول جي كابيتال بنجيب الكابيتال الاول، جي كابيتال جي سمول برضو شعر مجعد، جي سمول جي سمول ادي الشعر الناعم اهو ظهر. يبقى انت عندك اهو ده 25% شعر ناعم ونقي، ودولت 75% شعر ايه؟ مجعد. بس خلي بالك ده مجعد نقي والاثنين دول مجعد ايه؟ هجين. يبقى كده حليناها. السؤال اللي بعده برضو اشرح وفقا لاسس وراثيه تهجين بين ذكر وانثى حشره كل منهما جناحه طويل. برضو الاثنين جناحهم طويل، فانت المفروض الاثنين جناحهم طويل، يا اما يطلع كله 100% طويل، يا اما بقى ايه هيطلع لك 3:1 75 قصاد 25. فبص بيقول لك ايه؟ طلع 45 طويل و15 قصير. طب ما احنا لو اختصرناهم مش دي 3:1 على 15 فيها الواحد على 15 فيها 3:1. 3:1 معنى كده ان هو هجين مع هجين برضو. ما هو طالما يا جدعان 3:1 او 75 قصاد 25 يبقى هي ايه؟ هجين مع هجين. فاذا انت لو رمز الجناح الطويل تي كابيتال ورمز الجناح القصير تي سمول، خلاص يبقى برضو هنعمل نفس الكلام. ادي البي الجي والايه والاف. يلا بسم الله. طالما طلع 3:1 يبقى هجين هجين. تاني هجين مع هجين 3:1 هجين مع هجين 3:1. فهو طلع 3:1 يبقى هجين مع هجين. قال لي استخدم التي، خلاص يبقى تي كابيتال تي سمول هيتزوج مع تي كابيتال تي سمول. تعالوا نعملها يلا نفصلهم. انعزال العوامل تي كابيتال وادي تي سمول وادي تي كابيتال وادي تي سمول. وزع تي كابيتال تي كابيتال ده مع ده، بعد كده تي كابيتال تي سمول اهوت، بعد كده تي سمول تي كابيتال بنجيب الكابيتال الاول بعد كده سمول بعد كده تي سمول تي سمول. بس طلع فعلا زي ما هو قال، ظهر الجناح القصير بس طبعا بنسبه 25% او بنسبه 1 قصاد ايه؟ 3. طيب الغده دي فوق الكليه، دي الكليه، يبقى الغده دي المفروض دي غده كظريه. ما اسم الغده اللي بتاثر على عمل الغده واي بقى؟ مين الغده اللي بتاثر على واي؟ اللي بتشغل واي. يبقى دي الغده النخاميه. النخاميه هي اللي بتاثر على واي. هو مش عايز واي، هو عايز مين اللي بيأثر عليها. طب اذكر وظيفه الافراز الهرمون الغده واي. هي دي بتطلع هرمون ايه؟ ادرينالين. وظيفته ايه؟ بيحفز الجسم في حالات الخوف والايه؟ والطوارئ. طيب السؤال اللي بعده، في الشكل الذي امامك حاجتين تزاوجوا مع بعض فطلعوا جيل هنا. طب بقول لك ايه؟ هو هنا بيقول لي 50%. طالما 50 يبقى هنا 50. طالما 50 يبقى هجين مع نقي. 50 يبقى هجين مع نقي. ادي الهجين اهو، يبقى ده النقي، يبقى اسمول اسمول. طيب المفروض بقى لو احنا عملناها مساله اصلا، يعني تعالى نعملها مساله هنا، هو مختصرها فوق. ادي مساله اهي هيتفكوا من بعض. ادي ايه كابيتال ايه سمول وادي ايه سمول ايه سمول. وزع كده ايه كابيتال ايه سمول بعد كده ايه كابيتال ايه سمول بعد كده اسمول اسمول بعد كده اسمول اسمول. هو اختصرها قال لك 50% اسمول اسمول، يبقى 50% ايه كابيتال اسمول. بس كده.
ده المخ. يبقى الغده اللي تحت المخ المفروض دي غده نخاميه. هو بيقول لك ما الغده المشار اليها؟ المسؤول عن افراز بتنشط الكظريتين، ودي الغده النخاميه. ما اسم الهرمون اللي بتفرزه ونقصه بيعمل قزامه؟ يبقى هرمون النمو. خلصت. تزوج رجل شعره مجعد، يبقى دوت كده شعره خشن اللي هو الصفه السائده. بامراه شعرها مجعد، برضو صفه سائده. فخلي بالكوا لو طلع 100% يبقى الاثنين مجعد نقي. طلع 75 قصاد 25 او 3-1 يبقى هجين مع هجين. فانجب عيل شعره ناعم، خلاص طالما الشعر الناعم ظهر يبقى ده هجين مع هجين، عشان الاثنين شعرهم خشن. فطالما العيل طلع شعره ناعم يبقى اكيد هو ايه؟ كانوا هجين. فاكتب التركيب الجيني الابوين، خلاص يبقى الابوين هجين. استخدم حروف ايه؟ قال لي استخدم الاتشات المره دي، خلاص يبقى الاب والام اتش كابيتال اتش سمول. يبقى تركيب الجيني الابوين اتش كابيتال اتش ايه؟ سمول. طب التركيب الجيني للطفل، الطفل المفروض يبقى ايه؟ اتش سمول اتش سمول عشان هو ناعم، يبقى ياخد الحروف السمول، يبقى شعر ناعم اهو بس. خلاص شكرا. عند تزاوج ذكر وانثى التركيب الوراثي لكل منهم بي كابيتال بي سمول. ادي هجين اهو برضه، حرفين مختلفين يبقى هجين مع هجين. تعال نعملها. ادي بي كابيتال بي سمول هيتجوز مع بي كابيتال بي سمول، لو جينا نفصلهم هيطلع بي كابيتال هنا وبي سمول هنا، وهنا بي كابيتال وهنا بي سمول. وزع لي بي كابيتال بي كابيتال، بعد كده بي كابيتال بي سمول، بعد كده بي كابيتال بي سمول، بعد كده بي سمول بي سمول. هو بقى بيقول لك فان بي كابيتال ظهرت بنسبه كام؟ ظهرت واحده بس. واحده دي يعني كام في المية؟ 25%. الواحده ب 25، لو اتنين يعني مثلا بي كابيتال بي سمول ظهر 50%، وبي كابيتال بي كابيتال ظهر 25، وبي سمول ظهر 25. ماشي. نسبة الأبناء التي تحمل الصفة المتنحية الأبوين كلاهما هجين مع هجين، يبقى المتنحي يطلع 25%. مش اتفقنا؟ هجين مع هجين هيطلع أهو المتنحي اللي هي سمول، المتنحي يعني الحروف اللي سمول 25%. إذا كان ناتج تزاوج فردين 50% و50، طالما 50-50 يبقى في واحد هجين وليكن بي مثلا، يبقى هجين مع إيه؟ مع نقي. فهو بيقول لك فإن هذا يعني أن كلا الأبوين صفة سائدة نقية؟ لا، واحد سائدة هجينة وواحد متنحي نقي. يبقى سائد أن أحد الأبوين سائد هجين مع متنحي إيه؟ نقي. الهجين مع النقي يعملوا 50-50. وضح على أسس وراثية ناتج تزاوج رجل شعره أسود بي كابيتال مع امرأة شعرها ملون. طيب تعالى نعملها. يبقى المسألة اهي، طالما قال لك على أسس وراثية يبقى عايز المسألة، يبقى دي البي، بعد كده الجي، بعد كده الاف. يلا سمي الله. هو بيقول لك شعره اسود بي كابيتال دي الصفة السائدة. شعرها ملون يبقى أكيد هيتجوز مع بي سمول لأن الملون متنحي ياخد حروف سمول. يفصل لي يا باشا بي كابيتال. طبعا دي المفروض تطلع 100% كلهم هيطلعوا شعرهم اسود. بي سمول وزع، يبقى بي كابيتال بي سمول، بعد كده بي كابيتال بي سمول، بعد كده بي كابيتال بي سمول، بعد كده بي كابيتال بي سمول. كلهم هيطلعوا 100% شعرهم اسود، بس اسود ايه؟ هجين. الجيل التاني بقى لو جوزناهم مع بعض، الجيل التاني ده ساعتها يطلع ايه؟ 75% شعر اسود و25% شعر ايه؟ ملون. تمام. طيب عند الزوج ذكر تركيبه بي كابيتال بي سمول اهو، وانثى تركيبها بي سمول. استنى، هجين مع نقي يطلع 50-50، بس هو عايز التركيب الوراثي بي كابيتال هيظهر. هو بي كابيتال مش هيظهر اصلا، لان انت لو جيت تكمل المساله يلا نعملها. ادي بي كابيتال وادي بي سمول، وكمل هنا بي سمول وزع لي. يلا هكتبهم هنا. الجيل اللي هيطلع بي كابيتال بي سمول. هل في بي كابيتال خالص؟ يبقى غلط، صفر، مش هيظهر اصلا. التركيب الجيني A سمول بي كابيتال بي سمول يعطي كام نوع من الجيميتات؟ كام نوع من الامشاج يعني؟ تعال نوزع. الاي كابيتال هياخد البي، الاي سمول قصدي هياخد البي كابيتال، او ده كده نوع من الجيميتات اللي هي الجينات يعني. طب وهنا الاي سمول هياخد ايه؟ اسمول هياخد بي سمول. يبقى عندك كام نوع من الامشاج؟ نوعين. طيب صوب ما تحته خط. لا مفيش حاجه صوب هنا السؤال، اسف. بيقول لك ايه بقى؟ شايف المربع ده؟ قلنا عليه قبل كده. شايف المربع ده بياخد اللي فوقيه مع اللي جنبيه، يعني اللي فوقيه بي كابيتال وادي بي كابيتال، يبقى رص لي بي كابيتال بعد كده اي كابيتال اي سمول. خلص. هنا بقى بي كابيتال وهنا بي كابيتال، يبقى بي كابيتال وهنا اي سمول واي سمول، يبقى اي سمول. يبقى خدنا المربع ده مع ده. طيب هنا في مربع 2 هناخد المربع ده مع ده، يبقى بي كابيتال اي كابيتال بس. يبقى عايز المربع واحد. استنى كده نمسح عشان مش عارفين واحد. خلاص يبقى المربع واحد دوت بي كابيتال اي سمول. المربع 2 بي كابيتال اي كابيتال. شكرا.
السؤال اللي بعده، عند تزاوج نباتي بازلاء كلاهما طويل، برضو السؤال ده اكتر سؤال بيتكرر، الاتنين طويل، فكانت الافراد الناتجه بنسبه واحد طويل نقي وواحد واحد الى واحد، يعني 50 الى 50، النص بالنص يعني. طويل الساق نقي، وهنا طويل الساق هجين، يعني وهو مديني تيات، يعني تي كابيتال تي كابيتال تي كابيتال تي كابيتال تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. طيب يبقى عايز الاباء كانوا عاملين ازاي؟ طيب اوكي، تعال نتخيل دي ما حلناش قبل كده خالص، بس هو تعال نتخيل هم كلهم طلعوا على فكره طويل، هو بيقول لك كله طويل، بس طويل ايه؟ 2 طويل نقي و2 طويل ايه؟ هجين. فديت هنعملها ازاي؟ لو احنا خدنا الطويل نقي مع الطويل هجين، بصوا كده، طويل نقي مع طويل هجين، دي ما جربناهاش خالص، بس تعالوا نجربها كده. طويل نقي يبقى تي كابيتال تي كابيتال، وهنا يتفكوا تي كابيتال تي سمول، وزع كده تي كابيتال تي كابيتال، ادي طويل ونقي، بعد كده تي كابيتال تي سمول طويل هجين، تي كابيتال تي كابيتال طويل نقي، بعد كده تي كابيتال تي سمول طويل هجين. يبقى فعلا 50% طويل نقي، 50% طويل هجين، و100% كلهم طوال. تمام، فيبقى هو ده التركيب الجيني. يبقى بس يبقى ده البي الاباء والجي والاف. لا والله انت ممكن تجرب، ولو ما جاتش امسحها واعمل حاجه تانية، بس هي دي الحاجه الوحيده اللي هتطلع لك كلهم طوال بس نصهم طويل نقي ونصهم طويل ايه؟ هجين. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اذا تزاوج نباتي بازلاء احدهما اخضر املس البذور، اللي هو واي سمول واي سمول اس كابيتال اس كابيتال، دي معناها اخضر ودي معناها ملساء صفه سائده، فانه يحتمل الجيل الناتج ان يكون، احتمال ان الجيل الناتج هيبقى ايه؟ طيب هو مين اللي تزاوج مع بعض؟ الصفه ان بذور صفراء مع بذور خضراء والاثنين املس، يبقى الجيل اللي هيطلع احتمال الجيل الناتج هيبقى عباره عن ايه؟ لازم هيبقى اس عامه، لان ده املس وده املس، فكلهم هيطلعوا املس. بالنسبه بقى للجيل الناتج في البذور هيبقى واي كابيتال واي سمول، ياخد صفه جيم من اللون الاصفر مع جيم من اللون الاخضر، بس برضه يطلع لونه ايه؟ اصفر، يبقى واي كابيتال واي سمول اس كابيتال اس كابيتال. تمام. بس احنا كده حلينا كذا فكره على الوحده دي، يا رب تكونوا فهمتوا، ويا رب المساله بتاعت الوراثه دي ما تبقاش مشكله بعد كده. تمام، والسلام عليكم.